بكل مفردات الامتنان فشكرا قطر. شكرا قطر على المونديال اللي بيخلينا احنا كعرب نكون فخورين بنفسنا. شكرا لان اول ما بدأ المونديال بدأ بآيات قرآنية. شكرا قطر عشان بينت للعالم كله للغرب اللي واخد عننا صورة مش كويسة، لا شوفونا وادي معتقداتنا وادي ثقافتنا العربية. احنا كلنا مع قطر لحد اخر المونديال وكلنا فخورين باللي عمله قطر، بس مش فخورين بالمنتخب خالص. قطر النهاردة ما قدمتش اي حاجة كمنتخب. المنتخب القطري نازل متوتر، ركبه بتخبط في بعض. طبعا المشهد يرعب اي حد، لكن اللي يضايق فعلا ان منتخب قطر لا نازل هو تقريبا اول مرة يلعب كورة. اللعيبة دي ما شافتش بعض قبل كده، اللعيبة دي بتطحفش اي كورة. جايبين هريدي يقف جول، ده هريدي اللي كان في مرجان احمد مرجان، لا ده مش حارس مرمى. دب اول دقيقتين هدف والحكم حسبه تسلل، مش عارف تسلل ليه بس هو اتحسب تسلل. ماشي نكمل. فالنسيا بتاع الاكوادور ما كملش ربع ساعه ودب دريباكش رزعنا واحد. مفيش لسه يا عم، طب يلا هنقوم من الصدمه اللي احنا فيها نلاقي التاني جاي وراه. فمنتخب الاكوادور عمل اللي هو عاوزه وقدر بس في نص ساعه ان هو يضغط 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 على منتخب قطر اللي كان مش لاقي نفسه. انت متخيل ان منتخب قطر ما عملش غير ركنيه في تقريبا في الدقيقه 89 او حاجه زي كده. اول ركنيه لمنتخب قطر كانت في الدقيقه 89. يعني دي بس حاجه كده لوحدها كده كفايه يعرفك منتخب قطر ما شفناهوش خالص النهارده. المنتخب ده رغم احتكاكه الدولي الكبير ورغم ان هو لعب في بطولات كويسه زي الكاس الذهبيه وزي ان هو كمان توج ببطوله اسيا 2019، يعني فريق عنده حاجات كتير حلوه يقدمها افضل من اللي احنا شفناه ده. اللي احنا شفناه ده لا، دي اسوأ نسخه من منتخب قطر. اتمنى ان الفريق يفوق شويه. وبرضه لازم اقول لك على حاجه، احنا ادينا صيت ان منتخب الاكوادور اضعف فريق في المجموعه دي، فاعتقد ان الصيت ده كان غلط تماما. الاكوادور فرقه كويسه جدا وعندهم خط وسط ممتاز بيعرف يسير المباراه زي ما هو عايز، وده اللي حصل النهارده، اللي هو الضغط الجامد على الفريق في اول بس 10 دقائق ربع ساعه. اول ما حصلت الخلخله وان لا جون مش جون، بعد كده الحكم حسبها تسلل، بعدين تيجي لهم ضربه جزاء يجيبوها، وبعدين فالنسيا برضو بالراس يقوم جاي حاططها في هريدي كان ضايع النهارده، بالفعل مضيع منتخب قطر، هو اللي هزهم اساسا في الاول. المهم ان خلاص الاكوادور عملت اللي هي عايزاه في اول 30 دقيقه وبعد كده سيرت المباراه زي ما هي عايزه. اللي يغيظك بقى في منتخب قطر ان المنتخب ده بيتجهز بقاله اساسا من 2017، بقاله تقريبا حوالي 4 أو 5 سنين بيتجهز للحدث ده. ليه اللعيبه دي كانت داخله بالمنظر ده؟ وليه المدرب حتى ما حاولش ان هو بين الشوطين ان يخلي الرهبه دي تقل شويه؟ انا مش عارف. منتخب قطر لو فضل بالطريقه دي فهو اول الراحلين بالتاكيد عن البطوله. ومش عايز اقول ان هم ما جوش النهارده وكان الاكوادور بيلاعب نفسه، ولكن منتخب قطر لازم يراجع نفسه كويس قوي عشان منتخب السنغال ومنتخب هولندا. وانا اللي كنت فاكر انك يا قطر هتجيبي حقنا من السنغال، كده الموضوع بقى صعب. السنغال ماتش صعب، هولندا ماتش صعب. اتمنى التوفيق طبعا لقطر، بس الماتشات دي صعبة عليها. واخر حاجة عايز اقولها ان السر النهاردة كان في القتالية اللي كانت موجودة عند اللعيبة بتوع الاكوادور ومش موجودة بالمرة عند اللعيبة بتاعت قطر. انا تقريبا ما شفتش لاعب في منتخب قطر كان عرقان، يعني حاسس ان هم بيلعبوا كده اللي هو ايه، تقضية واجب. احنا من الاخر احنا اخرنا ننظم كاس العالم وخلاص، احنا حققنا الحلم بتاعنا، لكن ان احنا نلعب كورة لا، ده ما شفتوش بصراحة. فمنتخب الاكوادور فاز عن جدارة واستحقاق وعمل المطلوب منه، منتخب قتالي جدا ويرعب ويخوف في المجموعة دي. وهنشوف بقى المباريات الجاية ايه اللي هيحصل فيها في المجموعة دي. بس ما تنساش ان انت لازم تنزل تشترك في القناة دلوقتي حالا لو انت لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس وتدينا اللايك الجميل، وما تنساش ان انت تصلي على النبي. واشوفك في حلقة جديدة وماتش جديد. سلام يا صديقي.